taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta. توتاتا توكو توتاتا توكو توتاتا. لا الاغنيه جامده مفيش كلام، محدش يقدر ينكر ان اغنيه مريم فارس كاس العالم مكسره الدنيا. مجربتش بقى تسال نفسك ليه مريم فارس واشمعنى مريم فارس دون عن اي مغني عربي تاني او اي مغنيه عربيه تانية؟ وعشان اوضح لك الاجابه تعالى افهمك النظام اللي بتمشي عليه اغاني كاس العالم. طب تعالى بس، تعال. مبدئيا كده كل اغنيه كاس عالم لازم تكون بتعلي على اغنيه كاس العالم اللي قبلها، ولازم تبقى مرتبطه بشكل رئيسي بالدوله المستضيفه وحضارتها وثقافتها. عندك مونديال 74 ده بقى اول مونديال الدوله المستضيفه تعمل اغنيه في كاس العالم ليها علاقه بالدوله ذات نفسها. وهنا بقى المانيا عملت اغنيه ليها علاقه بيها هي بس، ما كانش ليها دعوه باي منتخب مشارك تاني. وفي الاخر المانيا خدت البطوله. فانا مش فاهم طب كان ايه لازمه بقى الدول اللي شاركت معاك في البطوله يعني؟ انت مال امك. ومن بعدها بقى كل الدول المستضيفه لكاس العالم بدات انها تحط ثقافتها وتراثها في اغنيه كاس العالم، عشان كل اغاني كاس العالم اللي فاتت تبقى كوم، واغنيه كاس العالم اللي جايه تبقى كوم تاني خالص. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني. اغنيه كاس عالم فرنسا 98 مصدر الهام بجد، ومن احسن اغاني كاس العالم اللي اتعملت الفتره اللي فاتت. لا وممكن يكون من احسنهم كمان. انا مش من جيل الاغنيه دي، ومع ذلك اغنيه انا سمعتها وعدت عليا وشفتها، واغنيه جامده جدا، وكانت كفر لعبه فيفا لحد بلاي ستيشن 3 تقريبا. من الاخر كده دي كانت اغنيه تحرك، مش اي كلام وخلاص. وتبقى بقى اغاني كاس العالم يختلف مفهومها خالص من بعد كده، باستثناء طبعا كاس عالم 2002 اللي اتعمل في كوريا واليابان. كانت روحه قديمه ورجعنا تاني نشوف رتم قديم وبطيء في اغاني كاس العالم، لكن ده كان اول كاس عالم نشوف فيه لعيبه الكوره بتظهر في الفيديو بتاع اغنيه كاس العالم. عشان نيجي بقى لكاس عالم المانيا 2006 شاكيرا وبدايه شاكيرا، عشان نبدا بقى يتكتب في تاريخ ان شاكيرا احسن مغنيه استعراضيه في كاس العالم على مر العصور كلها. شايف بقى الحركه؟ شايف الروح اللي في الاغنيه؟ شايف بقى يعني ايه اغنيه رياضيه تنفع فعلا لبطوله زي بطوله كاس العالم؟ اغنيه تحرك مش اغنيه تهدي، مش مغنى وطرب هو واي كلام. قولي احبك كي تدوم وسامتي، بدون حبك لن اكون وسيما. لا احنا عايزين حاجه فيها حركه، حاجه البيس فيها عالي، حاجه تهز كده تسمعها تقوم تحرك معاها. شايف بقى الفرق بين المانيا 2006 والمانيا 74؟ فرق رهيب طبعا. عشان ناكد على المبدا ده بقى في جنوب افريقيا 2010 نفس الريتم العالي في الاغاني، نفس الحركات الاستعراضيه اللي تشدك اكتر من الاغنيه ذات نفسها اصلا، نفس الروح اللي بتستمدها الاغنيه من البلد المستضيفه. شايف بكلمتين وكا 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 وكا، انت بتستدل بقى ان دي حاجه افريقيه، في حاجه في حد افريقي. هي بكلمتين حسيتك بروح الاغنيه بمعنى الاغنيه وكل حاجه ليها علاقه بالاغنيه. وكا وكا 2010 دي اكتر حاجه ممكن تفتكرها في كاس العالم 2010 جنوب افريقيا، غير ان اسبانيا اللي خدت كاس العالم تقريبا. نوصل بقى لكاس العالم 2014 البرازيل. شاكيرا برضه، شاكيرا وكلمتين وبحركتين اديتك مدلول ان ده اغنيه كاس عالم وان احنا في كاس عالم ودي البرازيل. دي البرازيل، وبكم حركه منها استثنائيه قالت لك ان دي اغنيه كاس عالم عادي جدا. عشان نوصل بقى لكاس عالم روسيا 2018 وده بعد سلسله تالق من شاكيرا. شاكيرا تغيب عن كاس عالم دوت وما تعملش اغنيه استعراضيه لكاس العالم او ما تشاركش باي حاجه لكاس العالم عموما، لكن لسه اغنيه كاس العالم هي اغنيه كاس عالم بروحها بالحركه بالريتم بتاعها العالي، في حركه. ونيجي بقى لكاس عالم قطر 2022 هنا كلنا نغني دنيا حوالينا جني. مريم فارس. من كل اللي فات ده بقى المفروض تكون انت استنتجت انا عايز اوصل لك ايه. عايز اوصل لك ان اغاني كاس العالم بالتحديد لازم يكون اغاني رتمها عالي، اغاني فيها حركه، فيها رقصه معينه مميزه بالدوله المستضيفه وبالحضاره وعموما بكاس العالم، اغنيه رياضيه ليها علاقه بالرياضه تديك مدلول ان دي رياضه. طب والمغني بقى اللي هيقدم الاغنيه الاستعراضيه دي لازم يكون عنده ايه؟ اولا لازم يكون مغني استعراضي، يعني ما ينفعش اروح اجيب لك اصاله واقول لك هي اللي هتغني اغنيه كاس العالم قطر 2022. انت متخيل اداء اصاله على المسرح عامل ازاي؟ طرب ملوش علاقه خالص بالمغنى اللي احنا قاصدين عليه ده في كاس العالم. الحركه والشقاوه دي كلها اصاله ما تقدرش تعملها في كاس عالم. عشان اوضح لك برضو دلوقتي دي اغنيه دريمرز. بص على الجزء في الاغنيه دي بتاعت المغني الكوري بتاع فرقه BTS، شوف الحركه، شوف الروح اللي في الاغنيه،
شوف كل حاجة بيعملها. هتحس ان انت بتروح وتيجي مع الاغنية، رتمها عالي. حتى شوف في الحفلة الافتتاحية، شايف الحركة، شايف الروح. دي اغنية كورة يا جدعان. لكن بقى تيجي الناحية التانية على المغني القطري، في هدوء، في حاجة مش طبيعية، في هدوء غريب. يعني يا دوبك بس بيحرك ايده وبيغني طرب. وده مش واضح خالص. كاس العالم انت عايز تدخل الجزء العربي بتاعك بس مش بالشكل ده. يعني تخيل كده لو تامر حسني هو اللي بيأدي الأغنية دي. شايف حركة تامر حسني؟ مغني استعراضي هيعرف يلفت انتباه الجمهور، مش بس بصوته ولا بالأغاني اللي بيغنيها، لا كمان بحركته. في حركة مع الأغنية، في حاجة تشدك تاني. فهنا بقى نيجي لإجابة ليه مريم فارس. لأن مريم فارس مغنية استعراضية، وزي ما بيقولوا عليها ملكة المسرح. هي بجد ملفتة وبجد مختلفة خالص عن أي حد في جيلها أو أي حد في عصرها أو أي حد شرقي زيها. أسلوبها واخد كتير قوي من الغرب، وستايلها في الأغاني وحركتها وستايل أغانيها عموما كله واخد نفس الريتم دوت ونفس الحركات دي. نفس الحركة اهي في كأس عالم قطر 2022. مونديال. عشان كده مريم فارس كان اختيار في محله، وكان أحسن حد ممكن يعمل أغنية لكأس العالم في قطر 2022. من ناحية يدينا الحركة والروح بتاعت أغاني كأس العالم، ومن الناحية التانية يدينا الروح الشرقية والروح العربي والكام كلمة العربي اللي اتقالوا في أغنية كأس العالم. اللي لو حبينا ندلل إن البطولة دي بتتلعب في قطر وفي دولة عربية، فمش هنلاقي أحسن إن إحنا نحط كلام عربي في الأغنية. فمريم فارس شابوه، ودي حقيقي من أحسن أغاني كأس العالم اللي اتعملت اللي أنا شفتها في حياتي.